الملوي الكبير شباعي بهاد الطريقة دغيا دغيا كيوجد في فعل المعدة كيجي جديد صراحة كيجي كله مورق ودغيا دغيا كيتسالى في ساعة المكانة غادي توجدوه. غادي نبداو على بركة الله، تاخدو واحد لوبون وتزيدوا فيه 2 كيسان ونص من الروبيني ديال الماء، من الروبيني ما دافي ما سخون، معلقة كبيرة ديال السكر، غاس معلقة ديال الخميرة والملح على حسب الذوق. 2 كيسان ديال الفينو ما يعادل 220 غرام، وغادي نمزجوهم ونزيدو الدقيق الأبيض شوية بشوية حتى جيت هذا كانت عندي نص كيلو أولا 5 د الكيسان، درت منها 4 د الكيسان ونص. كنحاولوا نضيفوا غير شوية بشوية حتى كنحصلوا على عجينة باللي مرخوفة ماشي يعني مدقصة أولا مجموعة بزاف. هانتوما شاط لي هاد نص كاس شوفوا العجينة كيفاش دايرة، نحطها في بلون دو طرافاي نديها ونجيبها دقيقة لزوج ديال الدقايق، ما محتاجاش ندلكوها أصلا بزاف. غادي نديروها في بلاستيك غذائي وتخليوها لمدة ديال 15 دقيقة لا أقل ولا أكثر. فاش كدوز هذيك المدة ديال 15 دقيقة غادي نرجعوا ليها غادي نلقاوها ديكات وعودات معافها براسها. هانتوما تشوفوا كيفاش درتها وكيفاش ترخفات ورجعات مطلوقة. غادي نقسمها على 5 ديال الكويرات، ممكن إلا بغيتو مليويات صغار تقسموها لأكثر، على هدف 5 ديال القطع باش يجيوني كل ملوية حبة كبيرة شباعية، وغادي ندهنهم بالزيت. بعد ما كندهن هذيك الصينية بالزيت ونغطيهم ونخليهم مدة ديال 5 ديال الدقايق تاني لا أقل ولا أكثر. ناخد الزيت وناخد شوية ديال الفينو، هذاك الفينو تقريبا 4 معالق كبار، غادي نزيد له كيس من خميرة الحلويات أو البيكنج باودر، نخلطهم مزيان مزيان. ممكن في الزيت ديروا الخميرة، أنا كنفضّل نديرها في هذاك الفينو. غادي نمشيو للعجين ديالنا بعد ما كندهنوا سطح العمل بشوية ديال الزيت، وبكل بساطة كيتبسط ما كيتقطّع ما حتى شي حاجة. هاديك شويش ديال الخميرة ما درناهاش على ود أننا نخمروا العجينة لا، درناها على ود أنها تطلق لينا العجينة نزربيوها دغيا ويجيونا هاد المخمرات أولا هاد المليويات هكذا منفوخين وما كيضرش في المعدة. غادي ندهن بالزيت ونرش بهداك خليط الفينو والخميرة وكنجمع على شكل كلاسيكي ديال المسمن، ما غادي لا نلوي ولا حتى شي حاجه. ابسط طريقه جبتها لكم اليوم. تاني ندهن بالزيت ونرش بالخليط الفينو والخميره ونشكل شكل مربع. غادي نمشي نعاود الكويره الثانيه معكم هكا بالنسبه للمبتدئات، صاي هكا خليوها وسيروا حطوها في اللاطه وضروري ما تغطيو بلاستيك غذائي. غادي نعاود معكم وحده اخرى. ديما كندهنوا يدينا بالزيت وكنساعدوا اننا غير كنجروا دهنوا يديكم بالزيت هكا باش ما تتقطعش لكم العجينه، وجروا راه كتمدد بلا ما كتقطع. تاني ندهنوها بالزيت نرشوا خليط الفينو والخميره ونجمعوها على الشكل الكلاسيكي ديال المسمن. نحاولوا نرقوا العجينه ونجبدوا ما نخليو حتى شي بلاصه مطويه او لا غليظه، وكل طيار حنا كنديروا الزيت والفينو والخميره. فاش كنساليو كنمشيو لأول واحدة، لا كنغطي هذيك الأخرى اللي درتها ومشيت لأول واحدة، كندهن بشوية ديال الزيت. شوفوا الفقاعات دليل على النجاح. خليط الفينو والخميرة كنقرصو غير واحد التقريصة خفيفة وكنجمعوا بالطريقة الموضحة في الفيديو. ما تخافوا والو، غير جمعوها بها الطريقة وقلبوها قادوها وردوها تحت من البلاستيك الغذائي، وبنفس الطريقة نعاودوا الكمية كاملة ديال المسمنات اللي أو المليويات اللي صايبناهم على شكل مسمنات على شكل مربع. كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت، كنقرصوا تكريسه خفيفه ماشي بزاف، وكندهنوا او نرشوا الخليط الفين والخميره وكنجمعوا ركنات مع جنات تاني ركنات حتى كنساليو، ومن بعد كنكوروها بهذا الشكل هذا. فاش كنساليو كنمشيو لاول واحده. اول حاجه كندير المقله كتسخن، كنفضل المقله الثقيله ديك راه في 120 سنتيم، غادي تشوفوا القياس اللي غادي نديروه، وغادي تسخنوها مزيان مزيان رشه خفيفه بالزيت النباتيه، وكتحطوا المليويه ديالكم كتقرصوا ما ديروهمش رقاقين بزاف انما كبروا المليويات راه كيجيو كبارين كيف غادي تلاحظوا معايا. فاش كتحطوهم النار متوسطه ما ديروهاش عاليه ولا مهيله بزاف، دهنوا بشويه ديال الزيت النباتيه وكنحاولوا غير شويه بشويه كنقلعوها وقلبوها وخليوها كتحمر تاني وطيب من الجهه الثانيه. صاي هنايا ما نغفلوش عليها نهائيا من التحريك والتقليب هكا باش كتنفخ لينا وكيتورقوا هذه المليويات. شوفوا كيفاش كيتنفخوا بالمساعده ديال شويه ديال الخميره اللي درنا، وخليهم حتى كياخذوا هذا اللون. هنعاود معكم وحده اخرى. ديما كندهنوا المقله بشويه ديال الزيت، وفاش نحطوا الملويه ديالنا تاني ندهنوها بشويه ديال الزيت، ولكن ما كنقلبوهاش ديك الساعه، تخليوها واحد زوج ديال الدقائق ديما النار متوسطه عاد ورجعوا قلبوها الا شفتوها ما مدهوناش
من واحد البلاصة حاولوا أنكم دهنوها، شوفوا خليت لكم الوقت باش تشوفوا شحال خليتها، صافي هنا فاش كنكذب راه مرة كنبقى كندور بهاد الطريقة كنساعدها أنها كتنفخ بدك تورق كيجي رائع هاد المليويات الصراحة، كيجيو زوينين بزاف مورقين مفشفشين مقرمش ولذيذ بزاف. صايي فاش ساليت الكمية كلها شوفوا لي النتيجة، فعلا كيستحق التجربة، ما كاملاش ساعة دغيا كيوجدوا المنظر ديالهم غزال زوين بزاف، والشكل اولا المذاق ديالهم كيجي لذيذ كيجيو مورقين، غير جربوهم على حساب.